السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر. امبارح كنا قلنا بضم صلاح محسن للقائمة الأساسية للموسم الجديد، شكنا زايد حوالين إن محمد شريف ماشي، وبالفعل النهاردة توالت العروض الرسمية لبيع محمد شريف، فبنسبة كبيرة محمد شريف هيمشي من الأهلي. المشكلة بقى إن كل اللي شاغل جماهير الأهلي هو محمد شريف. هيمشي ازاي؟ يعني عامل موضوع الاحتراف ده كوبري مثلا عشان يروح الزمالك. انا طبعا شايفه ان ده تفكير غلط. انا كمشجعه للنادي الاهلي كل اللي يهمني مصلحه النادي، ومحمد شريف ترتيبه في الوقت الحالي في الهدافين الثاني طبعا بعد كهربا، وبعد توقيع المهاجم الجديد ان شاء الله هيكون ترتيبه الثالث او الرابع بعد قيد صلاح محسن في قائمه الفريق. طبعا شريف عقده هينتهي مع الاهلي بنهايه الموسم الجاي، ويحق له يمضي مع اي نادي في يناير. طيب هيبقى العقل بيقول ان انا كنادي استفاد منه بشكل مادي، يروح بقى الزمالك، يروح اي نادي تاني، هو حر ومن حقه يرفض التجديد للاهلي في حاله عدم لعبه كاساسي. ولكن هل الزمالك مع كم الازمات دي هيقدر يضم محمد شريف؟ اعتقد صعب جدا. وبعدين هو الزمالك بيعرف يعمل كباري؟ وكمان شريف لو عمل كده يبقى بيظلم نفسه. هو الزمالك بيقبض حد يا عم الحاج؟ يعني بالنسبة للزمالك ممكن يكون في يعني احتمال الايام الجاية هيكون في ايقاف رابع خاص بمساعد فيريرا. الراجل كان ليه 32,000 دولار، وكالعادة الإدارة المبجلة ما بتدفعش، ولو الزمالك ما دفعش في خلال شهر هيتم وقف القيد الرابع للزمالك. طيب الزمالك ازاي هيتخلص بقى من كل المديونيات دي؟ ولازم يتم حل كل المشاكل دي في الايام الجايه عشان يقدر يتغلب على مشكله وقف القيد. الزمالك دلوقتي محروم من قيد صفقات جديده بسبب التاخير في دفع غرامه شيكابالا لسبورتنج لشبونه. النادي كمان محروم من قيد صفقات جديده في اتحادات كره اليد وكره السله والطايره بسبب المديونيات المتراكمه على النادي. طيب ايه موقف الزمالك المالي؟ في الوقت الحالي انتعشت خزينة الزمالك في الفترة اللي فاتت ب 400,000 دولار من نادي التعاون من صفقة انتقال مصطفى فتحي، والزمالك هيدفع مبلغ 270,000 دولار قيمة غرامة اتشيمبونج. الزمالك هيدفع كمان 190,000 دولار لأسوريو قيمة راتب شهرين متأخرين. بعد كده هيبدأ الزمالك في تجميع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة. كمان الزمالك هيحاول مع اتحاد الكرة لاستعجال فيفا بشأن مستحقات مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم، واللي وصلت 229,000 دولار. ده غير انه بيحاول انه يحصل على موافقة من اتحاد الكرة للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه من احد البنوك لحل ازماته المالية. كمان الزمالك بينتظر مكافأة مشاركته في دوري ابطال افريقيا عن الموسم اللي فات من كاف، والبالغة 700,000 دولار. الزمالك كمان بينتظر مبلغ 90,000 دولار عن المشاركة في بطولة كاس العرب للأندية، ده بعد خصم الغرامات طبعا. وبكده الزمالك هيكون جمع مبلغ 1,190,000 دولار تقريبا، ده غير القرض اللي لسه هيقدم عليه طبعا، لسه في اشتراكات الأعضاء وكمان قيمة الرعاية من شركات الرعاية. وفي حال تم تجميع مبلغ 1,500,000 دولار الزمالك على طول هيقوم بدفع غرامة سبورتنج لشبونة في الحال لحل مشكلة إيقاف القيد. هنيجي بقى عن نجمنا المصري محمد صلاح. النهاردة في أولى مباريات ليفربول الموسم ده محمد صلاح كان بيحلم بالتسجيل في المباراة دي تحديدا. ليه؟ لأنه كان محتاج يضيف رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي بالتسجيل للمرة التاسعة على التوالي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي. وسجل صلاح لحد دلوقتي 8 أهداف في الجولة الأولى، وكان بيبحث عن التاسع عشان يبعد بالصدارة عن فرانك ليمبارد أسطورة تشيلسي، وواين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وألان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي. عشان كده خرج غضبان النهاردة عند التبديل في مباراة تشيلسي، وده خلى يورجن كلوب بعد المباراة صرح وقال عن لقطة محمد صلاح: احنا هنا للفوز باللقاء،
محمد صلاح لاعب مهم 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 للغاية، ولكن الأمر تطلب منا القيام بتغييرات لأننا احتاجنا لاعبين غير مرهقين. صلاح يملك 500 رقم قياسي، ومش كان لازم النهاردة التفكير في محاولة كسره للأرقام القياسية في اليوم الافتتاحي. أنا أريد الفوز فقط. وتعليقي بصراحة، محمد صلاح غلط في ردة فعله بالشكل ده. ياما شفنا نجوم وأسماء أكبر من محمد صلاح بكتير وبيتم استبدالهم وما بيصيروش أي مشاكل، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو اللي تقريبا ما كانش بيلعب مع منتخب بلاده في كأس العالم. شفنا كمان ميسي اللي بيتم استبداله وما شفناش منه أي اعتراض. فعلى محمد صلاح إنه يتجنب أي اعتراض، لأن في النهاية يبقى المدير الفني مدير فني واللاعب لاعب. ده لو حب محمد صلاح انه يحافظ على اسمه كلاعب كبير ضمن نجوم العالم. ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو عجبك المحتوى بتاعنا دوس لايك واشترك في القناة، ويشرفنا وجودك معانا في القناة وعلى صفحة الفيسبوك. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.